أهم خبر وأول خبر، المتحدة اعترفت وتراجعت، وأون تايم سبورت حذفت بيانها. ليه؟ وشالت الكلام الفارغ اللي كانت قايلاه امبارح ان هي هتذيع مباريات الاهلي في كأس العالم للأندية. رياضة برئاسة محمد يحيى لطفي وسيف الوزيري نائب رئيس مجلس الشركة نجحت في الحصول على مباريات النادي الأهلي في مونديال كأس العالم للأندية 2026. اون تايم ملهاش في كأس العالم للأندية، هنترحم من الوجوه الكئيبة الكارهة للنادي الأهلي. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. تركي آل الشيخ كشفهم بتغريدة إنما قوية. تركي آل الشيخ قال كأس العالم للأندية هتتذاع على MBC بس، كلام واضح قوي قوي قوي. وقال إن هتسمعوا بصوت فارس وفهد ومدحت شلبي. وقال كمان إن فريق إبراهيم فايق هيحلل الماتشات من أرض الملعب، وإن سيد عبد الحفيظ لازم هيكون موجود معاه. أشرف بن شرقي سليم 100%، وبعد اللي كولر شافه منه في التدريب يقول إن أشرف بن شرقي لازم يكون أساسي في أول 11 لاعب يبدأ الأهلي بيهم مباراة الزمالك. يا عيني عليك يا معلول، يا عيني عليك يا معلول، يلا حطيت الزغلول. سؤال اكيد اللي انت حابب تساله، مساله الزغلول صح كده؟ ايوه، معلول حط الزغلول. يا عيني عليك يا لول. لما محسن ده كان يجيب جون نقول له حط الزغلول، حط كده يعني. دقيقه واحده يا مدحت، اقول احنا ما نعرفش صاحبك وما نعرفش أيوة انه كان بيربي حمام، فاحنا واحنا تمام. قاعدين وانا اصلا ما كنتش طايق نفسي، الا اقول لك يا معلول حط الزغلول. اكيد كمواطن. لا ده انا خاربها في مصر. الزمالك هيكسب بنسبة 80%. الزمالك هيكسب المباراة دي. أنا مع مستر باسيرو وهو متأكد. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. الرهان ده قدام الناس كلها على ايه؟ على العشاء؟ على العشاء اللي ما جاش. على العشاء ومحدش يجيب خطوة ورا. ماشي خلاص؟ وعشاء بقى. عشاء خلاص؟ بس خلاص.